السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيدة يونس من مجموعة المحمدية تنتفض ضد الفساد. اليوم هنايا السبب التواجد ديالنا هو أن الوقفة الاحتجاجية السلمية هي ثاني وقفة قمنا بها. كنا نددنا بالأوضاع المزرية اللي كتعاني منه مدينة المحمدية من ناحية النفايات، يعني الأسباب. تقريبا دابا مرات 2 سيمانات حتى شي حد ما سمع لينا، المطالب ما تلباش. مختار تغيير بعض الحاويات كما تنقولوا حنايا حاجه تكون عكاف مخنونه، هذاك الشيء ما خدامش. حنا 2 حاويات باش تبدلوهم، حنا كنطالبوا بزياده عدد الحاويات ماشي باش تبدلوهم، باغي تبدلوا هذاك واجب خاصو يتبدل، حيت مرسى ما عندهاش خطا، ما عندهاش رجلين، يعني خاصهم يتبدلوا. 2 راه ما قادينش، على الاقل خاص يكونوا 4 ولا يكونوا بحال ديال كازابلانكا، يكونوا الحاويات ديال الحديد. كتقولوا نتوما كيتحركوا كيديروا هذا، يجيبوا لنا حاويات ديال الحديد يكونوا كبار اللي كيهزوا طون ونص. هذه مطالب ديالنا، وكنطالبوا بشاحنه لغسل حاويات القمامه. لائحه كريهه كتنبعث من جميع الحاويات ديال المحمديه، وحتى الشاحنه اللي كتمر من الازقه والشوارع فيها لائحه كريهه. ونتحدى اي مواطن محمدي بانه يقول مره سمحت لي شاحنه وما فيهاش لائحه كريهه، انا كنتحداه. هاد الوقفه الاحتجاجيه رساله الى اولا السيطر باش تشد بزمام الامور، ولا سيطا ديجاج رحلي ما قديتيش على المحمديه سيري في حالك. والسيطا بوحدها كتحمل المسؤوليه. وكنوجهوا نداء للسيد حسن عنترة رئيس مجلس البلدي، والنداء الثالث الى العامل عماله المحمديه علي سالم شكاف بالتدخل العاجل للمحمديه كتعاني من الاسباب. سمعنا بعض المقالات يقول لك خصنا نتكلموا على العقار، خاص هذا عقار اللوبي. كنقول لكم لا بصح، ولكن نشوفوا الزبل هو الاول. واش حنا غنشوفوا العقار كيطلعوا اير بلس 8 ولا اير بلس 6 حنا مخلين الزبل؟ نبداو بالزبل هو الاول. المحمديه خصها ترجع لمدينه الزهور سابقا. من النائب الريحه الحي ديال السكه باش نمشيو للجامع، كان تم جاي داير المشوار فيه الريحه. انت باش كاين دير مع سوق الريحه زعما نوزيابل، ما فائقه سميتو. هذه مده جابوها حتى لواحد البلاصه اللي وسط السكن، وهاد الريحه هذه باقيه ما حتى واحد زعما ما شعر، حتى واحد زعما ما حس بها. ما هذا هاد الريحه هذه حشومه، راه خصهم يغسلوا على الاقل الكاميوات، على الاقل يغسلوهم، والبركاسات وداكشي يدخلوهم كيدخلوا ياكلوا ويحطوهم ويجيبوا الاخرين ويعكسوا. انا كنت قريب كاع هكا كيديروا، ما كاينش الريحه والو، كنت قريب كاع هكا كيديروا، كيغسلوهم عندهم اللونس مجهد، كيغسلوا داكشي كيصدق زوين تحت ما يروش بيتي ولا كيدير شي حاجه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وساني صوفيا من صفحة المحمدية تنتفض ضد الفساد. الكل كيعرف انني يلاه فقدت العم ديالي والبارح، وفي ظل هذا العزاء هذا وهذا الحزن ارتقيت انني نجي اليوم الوقفة ضد سيطا. كما قال الاخ يونس، في ظل الظروف التي تعيشها مدينة المحمدية من لا مبالاة والتهميش. قبل كانت المحمدية تسمى مدينة الزهور والرياضات العتيقة. اليوم كنلاحظوا أن مدينة المحمدية مدينة ولات كلها أزبال في ظل سبات المسؤولين داخل مدينة المحمدية. رسالة موجهة إلى السيد رئيس المجلس البلدي الحالي السي حسن عنترة. نحن لا نريد اتباع سياسة عفى الله عما سلف. يجب محاسبة شركة سيطا في ظل عدم احترامها لدفتر التحملات، والكل كيعرف ان عندنا نقاط سوداء في مدينه المحمديه مثل الحسنيه والرشيديه اللي ما عندهمش العدد الكافي للحاويات. دونك كنجيو كنلقاو الناس العمال ديال سيطا كيجمعوا حاجاكم الزبل بيديهم، ديال ان تدوك الحاويات ما كاينينش. هذه دان كوتي. دوزيام كوتي سكي تري امبورطون باش نعرفوه ان في المدينه السفلى لمدينه المحمديه كنلقاو ازقه، حيت باقي حنا كنمشيو بسياسات باك صاحبي، كنلقاو زنقه وحده صغيره فيها 6 ديال الحاويات. علاش؟ هذه لا كيسيون واحد التدخل اذا كان ممكن، واحد التدخل غنديروا واحد الملاحظه. هذا هو مقر شركه سيطا، يعني هنا كيدخل المدير والمسؤول على سيطا كامله. شوفوا واحد الحاويه معنا الله يعطيكم الستر بحال حتى كيدير كامل هاد الباب ديالو